السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. طبعا وحشيني كتير من الفيديو اللي فات. هنعمل النهارده السمك بطريقة جميلة جدا جدا زي ما شفتوا كده في أول فيديو. هنسمي الله وهنصلي على الرسول وهنخش مع بعض على الطريقة على طول. هنا كنت بوريكم السمك ما شاء الله اللهم بارك، ده سمك بلطي طبعا، غسلاه ومنضفاه كويس جدا جدا، ويعني ما شاء الله زي ما انتم شايفينه كده. هنا بقى معايا الخضار طبعا فلفل الوان وبصل وطماطم وليمون، ومعايا ايه طبعا راس كبيره دي كده من التوم هرسنها، ومعايا ايه كمون طبعا ده اساسي في السمك، وده ملح مبهر، يعني ملح مبهر بالكزبره والكمون والحاجات دي اللي انتوا عارفينها، يعني في ناس كتير عارفاها وفي ناس مش عارفاها. نزلت هنا بمعلقه من الملح اللي هو المبهر، ومعلقه من الكمون، ونص معلقه من البابريكا، وعلى التوم اللي في الطبق، وهنعصر عليه ايه الليمون. ديت ملح مبهر كده انا بعمله للناس، اكيد في ناس كتير عارفينه اللي هي بيقولوا عليه، يعني احنا بنسميها بصراحه عندنا دقه. بتبقى جميله قوي، وانا بستخدمها في السمك والحاجات اللي زي كده. ما بحط يعني ما بضيفش للسمك ملح خالص، بحط ملح من المبهر اللي انا عاملاه ده. هنا بقى الخضار زي ما شفتوا اهو، فلفل الوان زي ما قلنا وطماطم وبصل طبعا بنقطعهم تقطيع كده صغير، على حسب بقى ما تقطعيهم، زي ما انت حابه تخرطيهم هتخرطيهم بقى الحجم اللي انت بتحبيه. وهنزل عليهم بقى ايه بالمعلقه الكبيره من الملح المبهر، ومعلقه من الكمون، ونص معلقه من البابريكا، وهقلب الكلام الحلو ده كله كده مع بعض. وايه، وهننزل بمعلقه كده واحده من الزيت، مفيش اكتر من كده اهو. كده ايه بهرنا الخضار بتاعنا وتبلناه بالتتبيله. هاجي بقى هنا بقى ايه دي التتبيله الاساسيه في السمك، يعني دي اساس السمك هي التتبيله دي، كمون والكزبره والليمون والثوم. هتبلهم كده السمك من قلبه عشان يشرب التتبيله بتاعته كده، ويبقى من جواه كده يعني شارب التتبيله بتاعته، يبقى ايه حياؤه مظبوط. ده سمك بلطي انا جايباه بصراحه، وخليت ايه الراجل هو نضفهولي، وده الافضل بصراحه. بيبقى فيه قشور كتيره كده، وانت بتقشرها بالسكينه بصراحه بتبهدل الدنيا. فانا بصراحه بجيبه وانا بشتريه بخليه ينضفولي على طول، وانا واقفه ما بياخدش حاجه. وباجي انا بقى بغسله غسله كويسه، وبنضفه تنظيفه كويسه من قلبه، مخلوش فيه اي حاجه. حطيت بقى بقيه التتبيله اللي هو التوم اللي احنا شفتوها كف في الطبق، وحطيت طبعا معلقه كبيره من الخل، وحطينا بقى بقيه عصره الليمون، وهنحط بقى الخضار جواه شويه من الخضار كده. عايزه اقول لكم كان طعمه رهيب، وكانت ريحته خطيره، يعني ما شاء الله اللهم بارك، كانت ريحته قلب الدنيا. هحط كده شويه من التتبيله زي ما انتم شايفين كده اهو بالشكل ده. وهحط بقى الخضار اللي معايا في صاج في صينيه بقى على حسب ما انت ما تحبي. هحطه كده على اساس ايه ان انا ايه افرشه كده في الصاج بتاعي عشان احط ايه عليه السمك. هفتح له فتحات كده اللي انتوا عارفينها بتبقى في السمك كده، بتبقى شكلها حلو، بتدي شكل حلو قوي، وبتبقى جميله قوي لما بيستوي كده، بتبقى باينه كده بياض فيها، وبتبقى حلوه قوي بصراحه. طبعا السمك طبعا هسيبه بقى في التتبيله بعد ما يعني خلصت كده، هسيبه بقى في التتبيله يشرب من التتبيله كده كويس. وبعد كده ايه هندخله الفرن. عايزه اقول لكم ان احنا يعني انت لو عندكيش زيت، يعني معلقتين زيت اتنين بس، هتعملي ما شاء الله. لو اكتر من الكميه دي هتعملي برضو ان شاء الله بيهم. خلصت كل الكميه كده زي ما انتم شايفين، فتحت لها فتحات كده، وطبعا زوقناها زي ما انتم شايفين كده. وهحط بقى على الوش اهو، بصي دي معلقه من الزيت تانية اهي، هنحطها على وش السمك كده بس عشان تديله لمعه مش اكتر، يبقى احنا استخدمنا معلقتين زيت مش اكتر من كده. بحبكم في الله جدا جدا، وبحب تعليقاتكم الجميلة، ويا رب يدومكم نعمة في حياتي. وما تنسونيش باللايك والاشتراك، تفعلوا الجرس كده عشان يوصل لكم كل جديد من انا وبناتي. انا كنت بقول لكم هسيبه بقى في التتبيلة شوية، وهنعمل مع بعض بقى ايه رز السمك بتاعنا بقى. كل واحد على حسب ما بيعمل الرز بتاع السمك، انا بحب اعمله بالطريقة دي بصراحة، وبيبقى بمنتهى الجمال. حطيت طبعا حلة على النار، وحطينا شوية من الزيت كده، ونزلت بثلاث بصلايات ما شاء الله كده متوسطين، قطعتهم تقطيع كده زي ما انتم شايفين. هقلبهم بقى، هتشوفهم بقى يعني هنقلبهم مع بعض، وهوريكم خطوة خطوة. يعني رز السمك سهل جدا، في ناس بتحب تعمله ابيض، في ناس بتحب بتعمله زينا كده اللي هو الغامق، ناس بتحب تعمله اصفر، كل واحد على حسب رغبته. هقلب بالشكل ده لحد ما تحمر معايا. بصوا ما شاء الله في ثانية احمرت معانا. احنا بنحب حمرا قوي عشان يدينا اللون البني اللي عارفينه
الرز الغامق ده. هصفرها قوي كده لحد ما تصفر غامق كده معانا شويه عن كده كمان، وهنزل بقى عليها ايه بالميه. اول ما بتحمر معايا بتديني اللون اللي انتوا يعني لون غامق كده شو عن كده. طبعا لوس المال لحد هنا، واللي اول مره يشوف قناه انا وبناتي ينزل كده على طول يشترك عشان يوصل له كل شعار بكل فيديو جديد بننزله. وطبعا بحبكم في الله جدا يا احلى اخواتي في الدنيا من جوه مصر وبره مصر، والله بحبكم من كل قلبي. نزلت بقى هنا بالميه السخنه من الكاتل كده عليها، طبعا على حجم على قد الرز اللي انت هتعمليه هتحطي. يعني مثلا انا عامله بسم الله ما شاء الله اللهم بارك كيلو من الرز، فحطيت حوالي بالظبط كده رتلين من الميه. طبعا برضو رز السمك بيتحط له كمون، حطيت معلقه من الكمون وحطيت ملح، واحط واحده ايه من الماجي، وهقلب كده. وحطيت معلقه صغيره نص معلقه كمان من ايه من الكركم عشان يديله بس لون معانا كده. هتشوفوا لونه هيبقى حلو قوي، هتقولوا عليه يعني مش رز سمك ده خالص، ده رز بسمتي. اهو بصوا نزلت بقى بالرز زي ما انتم شايفين كده. لازم تكون الميه بتقلب والميه تكون على قد الرز عشان ما يعجنش معانا. لا نزود الميه قوي فيه ولا نقللها قوي، يعني خليها مظبوطه. احنا طبعا ايدنا فيه وبنبقى عارفين، واحنا شطار ما شاء الله علينا يعني عارفين كل حاجه. هنا كان عايز شويه من الميه حطيت له. وطبعا هنظبط ملحنا. طبعا محتاج معايا معلقه من الملح، اقلب حطيت معلقه كده صغيره واقلبه، وهنغطيه بقى ونسيبه. وهنشوف بقى السمك بتاعنا بقى ايه. دخلناه طبعا الفرن. بصوا الرز ما شاء الله اللهم بارك استوى معايا وعامل ازاي جميل اللهم بارك. جربوه بالطريقه دي ان شاء الله يعجبكم جدا جدا. طبعا كنت حطيت بقى بعديها بقى السمك في الفرن، وشغلت الفرن من تحت على حرارة، على اعلى حرارة في الفرن بصراحة، وحطيته في الرف من تحت. بصوا طلع معايا بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. طبعا بيستوي معاكي لما النار بتبقى عالية، بيستوي بيبقى طري. عما بتوطي النار قوي بينشف معاكي في الفرن. خلي بالنا من النقطة دي. وطبعا اديته وش، يعني شغلت الشواية كده اديته لون من فوق بعد ما حسيت ان هو استوى كده وخلاص دخل على سوا. رحت مدياله وش. بصوا طاري معايا وبسم الله ما شاء الله قلبه ابيض من جوه وجميل. والرز مفلفل. وعملنا طبعا سلطه خضراء. يا رب يكون الفيديو عجبكم، وبحبكم في الله يا احلى اخوات في الدنيا. وجربوا طريقتي البسيطه في السمك ان شاء الله هتعجبكم جدا جدا. طريقه سهله وبسيطه، وكمان من غير اي زيت. يعني لو انت ما عندكيش زيت هتعملي احلى سمك نفسك فيه. ولا شوي بقى ولا قلي، يعني ان شاء الله يعجبكم جدا جدا. جربوا طريقتي في الرز برضو طريقه جميله جدا جدا. وبحبكم في الله يا احلى اخوات في الدنيا. وما تنسونيش باللايك والاشتراك وتفعلوا الجرس كده عشان يوصلكوا كل جديد من انا وبناتي. هنا كنت بوريكم بصوا الرز ما شاء الله مفلفل وجميل جدا. وما تنسونيش طبعا بدعوه حلوه من قلوبكم الجميله وكومنتات كل بتسعدني وبتفرحني. بحبكم يا احلى اخوات، مع الف سلامه، نشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد.